هنحكي لكم أحداث حلقة شباب البومب الحلقة الخامسة في قناة ماذا يحدث. ما تنساش تحط لايك وتشترك في القناة. يلا نبدأ. الحلقة الخامسة عامر ريزو. اسم عنوان حلقة النهاردة: حلقة مليانة كوميديا وإثارة وتشويق، وتفاعل معاها الجمهور بشكل كبير مع الأحداث اللي بدأت مفاجأة رياضية ومثيرة، وده اللي خلاها تتصدر اهتمام مواقع التواصل الاجتماعي. أجواء حماسية حصلت بعد ما زاد عمر تشويق الجمهور بنشر صورة من الحلقة الجديدة، وأثار حماس المتابعين بطريقة كبيرة. بدأت الأحداث لما انتقل اللاعب سعود عبد الحميد إلى نادي الهلال، وده اللي أثار جدل كبير بين الشباب. وعامر فجر مفاجأة كبيرة، قال كده بالنص: لا يا عيال، هو بيروح نادي روما الإيطالي. وكلهم اتصابوا بالدهشة والاستغراب على حقيقة انتقال اللاعب. وعامر كان أول واحد نشر الخبر، وبدأ يطلب من صحابه يدعموه بتغريدة عشان تطلع ترند. وبالفعل ده اللي حصل، وتصدر الترند على السوشيال ميديا عن الصفقة في مواقع التواصل الاجتماعي، وزاد تفاعل الجمهور مع الحلقة، وتصاعدت الأحداث، وبقى عامر محور اهتمام الجميع. وبدأ الناس سؤاله على تفاصيل أكتر وحصرية من مواقف كوميدية ومثيرة في الحلقة، بالأسلوب الفكاهي في تناول المواضيع الرائجة والأخبار. ووصل رسالة اجتماعية في آخر الحلقة عن سرعة انتشار المعلومات من غير التأكيد عن صحتها. شباب البومب من أبرز الأعمال الكوميدية السعودية. نشوفكم في حلقة جديدة وفيديو جديد.